هنتكلم النهاردة عن الفصل التاني من حقوق الإنسان اللي بعنوان مكافحة الفساد. ودوت يعني بيتكلم عن 4 نقط مهمين: ايه هو مفهوم الفساد، وأنواع وصور الفساد، وتالت نقطة معانا هي أسباب الفساد، ورابع نقطة الآثار بتاعة الفساد ديت على المجتمع بتاعنا. فهنبدأ بأول نقطة عندنا، وإيه هو مفهوم الفساد. قالك إن مفهوم الفساد في اللغة، معنى كلمة الفساد في اللغة يعني فسد، عكس صلاح. والفساد ملوش تعريف واحد. ليه؟ لأن بسبب الطبيعة المعقدة الفساد والزاوية المختلفة ليه ممكن يقبل أكتر من معنى. طيب، إيه وجهات النظر المختلفة حول تعريف الفساد؟ قالك نشطاء حقوق الإنسان بيقولوا إن الفساد هو خرق المبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها حقوق الإنسان. تمام كده، اللي هو المبدأ ده اللي هو المواساة. طيب، علماء الاجتماع بقى قالوا إيه؟ قالك إن الفساد علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة. وصندوق النقد الدولي قال لك يراه بأن علاقة الأيادي الطويلة المعتمدة التي تهدف لاستنساخ الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد بس. يعني من الآخر كده، فايدة كبيرة بتعم مجتمع، شخص واحد بس عايز ياخد الفايدة دي لنفسه، أو على الأقل يستنسخ الفايدة دي لنفسه. البنك الدولي قال لك يعرف الفساد على أنه يمثل إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. ليه؟ زي فكرة الرشوة كده، هو شغال في مكان عام، فهو عايز يستغل شغلته في المكان العام دوت لصالحه الخاص بانه يكسب من وراها، فيبقى ياخد مثلا رشوة. اما بقى منظمة الشفافية الدولية قالت ان الفساد هو سوء استخدام السلطة والنفوذ والمنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية او مصالح بشكل خاص، اللي هي فكرة الرشوة برضو بس على شكل اكبر شوية، مدير مصلحة، وهكذا. طيب، يعني من الاخر كده نقول ان الفساد هو سوء سلوك ذاتي ينعكس سلبيا على الاخرين. طيب، تاني موضوع بقى معانا اللي هو أنواع وصور الفساد. في أول حاجة عندنا الفساد المالي، وده بيمثل مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة، زي الكسب غير المشروع والرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي والحاجات دي كلها. طيب، قالك الرشوة في منها نوعين كده: رشوة بنسميها رشوة محلية، وهي التي بتتم من خلال الدفع للمسؤولين في دولة ما مقابل خدمة ما داخل الدولة. يعني رايح مصلحة معينة، عايز اخلص فيها ورقة معينة، فبدفع مبلغ من الفلوس تحت الترابيزة عشان اخلص المصلحة دي. طب ايه الرشوة الدولية بقى؟ قالك دي بتتم في اطار الصفقات التي يدخل فيها اجنبي كطرف استدفع هذه الرشوة من شركة معينة. والله الشركة الفلانية بتصدر مثلا المنتج الفلاني للدولة الفلانية، تمام كده، او بتستورد، فانت بتدفع رشوة في المكان دوت لمجرد انك تعدي الصفقة مثلا بسعر اقل، صفقة مثلا تكون فاسدة او حاجة فتعديها، وهكذا. طيب، نتكلم بقى على الفساد الاداري، وده تاني نوع معانا. بيقول لك دي المخلفات اللي بتصدر عن الموظف العام المتمثلة في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل وتمضية الوقت في قراءة الصحف والتراخي والتكافل والامتناع عن أداء العمل. بمعنى كده من الآخر بقى، الجو اللي انت عارف اللي هو الموظفة الفلانية، لا والله اللي قاعدة بتقور الكوسة، ولا بتقشر البطاطس في الشغل اللي بنسمع عنها، ولا الموظف الفلاني اللي راح يصلي ولسه مرجعش، الحاجات دي اللي انت عارفها. اللي هو من الاخر كده انا رايح مصلحة حكومية الساعة 9 الصبح عشان اخلص مصلحة، فبروح منها الساعة 3 وما عملتش اي حاجة. طيب، بتتعدد اشكال الفساد الاداري ديت في المحسوبية والمحبة والواسطة. اكيد فاهمين ده، انا داخل انا جاي لك يا استاذ فلان من طرف الاستاذ فلان، عارفين احنا الحوارات دي. طيب، استغلال النفوذ الوظيفي من الاخر كده من خلال استثمار المعلومات التي يفترض لها في مؤسسة، وعن الاستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة او القدرة على التأثير بصورة او غير مشروع في قرار جهة اخرى. يعني ايه؟ يعني ايه استغلال النفوذ الوظيفي ده عموما؟ والله انا مدير لمصلحة مثلا بتجمع مبالغ من الفلوس من الناس او اصحاب مهن معينة، فانا من الاخر كده بستغل النفوذ ده ان انا اقلل، ازود، اقدم مواعيد، اخر مواعيد. فدي بنتكلم فيها. التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، ودي برضو يعني حاجة تانية، ان انت بتتهاون اصلا في قيام بواجباتك الوظيفية، انك مش بتعملها، انت بتكسل، بتطنش، بتعدي. فدي واحدة من صور الفساد الاداري.
نتنقل بقى لأنواع وصور الفساد. طيب، قالك مظاهر الفساد ديت موجودة في كذا نقطة. أول نقطة معانا الفساد لأغراض سياسية، اللي هو الفساد السياسي، اللي هو السلوك القائم على التنصل من الواجبات الرسمية المتصلة بالوظيفة العامة في سبيل تحقيق مصلحة خاصة. من الآخر كده بقى، أنا في مصلحة عامة معينة أنا مسؤول عن تأديتها، فأنا مثلا مش بعملها بالشكل الصحيح أو مش بعملها أصلا في مقابل مصلحة خاصة تانية بحققها. هي دي الفكرة. طيب، ايه رقم بقى عندنا اللي هو الفساد الأخلاقي؟ طب اللي هو القيام بأعمال مخلة بالحياء في مكان العمل، طبعا زي حاجات زي التحرش الجنسي، وطبعا دلوقتي بقى بيسموه مصطلح الرشوة الجنسية. طيب، نيجي بقى لتالت نقطة عندنا النهاردة، وهي أسباب الفساد. أسباب الفساد كتير. رقم واحد عندنا هو ضعف سيادة القانون، مثل ذلك مثلا إصدار قوانين تخدم فئات معينة كالاحتكار على حساب الصالح العام في الدول النامية. يعني بنقول مثلا إن هم بيخترعوا لنا قانون جديد، القانون ده مثلا بيساعد الأغنياء إن هم يزيدوا غناء والفقراء إن هم يزيدوا فقر. تفسير بسيط. طب تاني نقطة، ضعف الجهاز القضائي في بعض الدول القانون لا يطبق إلا على الفقراء، أما الأغنياء المقربون من السلطة يهربون. يعني من الآخر كده ابن فلان وابن علان وابن خالة فلان وابن عم علان والجو اللي احنا عارفينه ده. طيب، ثالث نقطة، ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد. يعني من الآخر كده اللي احنا قلناها حتة الكسل، فكرة ان هو يا عم يعني ال10 جنيه اللي هو خدها رشوة دي هتعمل ايه؟ سيبه. الكوباية الشاي، لا ما هو احنا الحاجات الصغيرة دي ما هي بتكبر مع الوقت. هي دي فكرة ضعف الإرادة في مكافحة الفساد. طيب، ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وتم استقلاليتها. بمعنى كده، ما هو برضو لازم يبقى في جهاز معين مسؤول عن كده، في رقابة شاملة. طبعا هو فيه بس مش مكفي، يعني الرقابة مش بتغطي كل الأوجه بتاعة الفساد أو مش مغطية كل الأماكن. 5، تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي. 6، عدم تجنب تضارب المصالح وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات. نتنقل بقى معانا لآخر، يعني رقم 7 معانا، ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد أو التي تعمل على التوعية بأهمية مكافحته. عمر حد فينا سمع مثلا عن جمعية أو مثلا مؤتمر، أو حتى يعني واحد ماشي في الشارع بميكروفون حتى أو بيوزع شوية ورق بينصح الناس مثلا في يعني ان هم مثلا ما ياخدش رشوة، لا ما اعرفش يمشي صح، او اللي هو من الاخر كده عمركم سمعتوا عن مؤسسة كبيرة او حاجة متخصصة بتحارب الفساد؟ ما اعتقدش. فهي دي النقطة اللي بيتكلم عنها. النقطة الثامنة، ازدياد فرص انتشار الفساد في بلدان التي تمر في مراحل انتقالية. 9، يعني لو هنرجع لرقم 8 هو بيتكلم هنا عن البلاد مثلا اللي فيها مثلا انتقال السلطة من رئيس للتاني. فالبلد بتكون لسه مش مستقرة، من حيث مثلا كل أنظمة الدولة لسه بتحاول تستقر وبتتجدد. فبالتالي فهم بيستغلوا فترة زي ما بيقولوا الهرج ديت في إنهم ينشروا فساد. بس طبعا كل ده بيرجع يعني لحاله تاني لما الدولة بتستقر. طبعا رقم 9، انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة، اللي هو الجهل اللي احنا قلنا عليه. طيب 10، تخفض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة. النقطة اللي هو مثلا أنا ليه مثلا باخد رشوة كموظف حكومي؟ والله أنا مرتبي الفلاني مش بيكفيني لشراء المنتجات العلانية، فأنا بضطر أزود عليه من بره بقى، بجتهد زي ما بيقولوا عشان أكمل أعيش. رقم 11، القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية. رقم 12، ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية، إن هو مفيش رقابة بتراقبنا نحن من جوه. دي النقطة. طيب، نيجي بقى لآخر حاجة، أثر الفساد دي. قالك الأثر القانوني هي جريمة قد تفتقر غالبا إلى وجود المجني عليه كشخص طبيعي، فتقع في الغالب على شخص اعتباري، اللي هو نقول مثلا والله لو المؤسسة الفلانية عملت شغلها كان زمان معرفش محصلش كذا، أو لو كذا شاف شغله ما كانش حصل كذا. فهو اعتباري. طب الأثر الاقتصادي، قدر البنك الدولي قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد سنويا 5% من حجم الاقتصاد العالمي. وعلى فكرة ده رقم كبير جدا جدا.
انت بتتكلم ان الاموال بس اللي يعني موجودة في العالم جاية من طريق غير مشروع اللي هو فساد، 5%. طيب الآثار الاجتماعية بقى بيقود الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقافة والأمانة، ويؤدي لتفشي الفساد في المجتمع إلى تدني مستويات المعيشة. أما بقى الآثار السياسية فبيتسبب الفساد في اختلال النظام العام في البلاد، ويضعف الفساد من شريعة الدولة وسلطتها. بس كده، ده كان الفصل التاني معانا من حقوق الإنسان، وبس نكون خلصناه. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. لو عجبك الفيديو ادخل اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك الفيديو جرس، يعني يجيلك تنبيه بالفيديو القادم. وهتلاقوا الباوربوينت بتاع المحاضرة ديت موجود على قناة تليجرام، هتلاقوها تحت في الوصف. السلام عليكم.